جالي أسئلة كتير عن كيفية عمل دورة شحن البطارية أو إزاي تعمل دورة شحن للبطارية. طبعا في كذا نوع موبايل، لكن الوحيد اللي ليه أكواد هي شركة سامسونج، ليها أكواد ممكن تعمل من خلالها كده. لكن الكود ده منصحش إن أي حد يلعب فيه أو أي حد يخش يعمل أي حاجة في الإعدادات دي، لأن الكود ده بيكون فيه، أنا بشوف بعض الفيديوهات بتيجي تحكي إن أنت ممكن تخش تغير في الإعدادات عشان ترفع الرام وتسرع الموبايل، ودي كلها حاجات في النهاية مش شايفها كويسة للموبايل، بالعكس هي بتضر موبايلك مع الوقت. انت ممكن تحس بفرق وقت بتعمل الحاجة دي، لكن بعدها هي بتضر موبايلك. خلينا في موضوعنا وازاي نعمل دورة شحن. اولا هنعمل دورة شحن لهواتف سامسونج. هنضغط نجمة شباك 9900 شباك، وبعد كده هتسكرول لتحت هتلاقي حاجة اسمها باتري ستيت ريسيت، هتضغط عليها. وبكده انت مبروك عليك، انت كده عملت دورة الشحن لهواتف سامسونج فقط. الكود ده مش متوفر لباقي الاجهزة، فيلا بينا على باقي الاجهزة هنعمل لها دورة شحن. ولو لسه مش متابعنا تابعنا عشان نوصلك كل جديد. اول حاجة هتعملها في الجهاز، هتستخدم الجهاز لحد ما يفصل منك نهائيا. وعلى فكرة الطريقة اللي انا هشرحها دلوقتي دي تمشي مع اي نوع جهاز موبايل، يعني لو حتى سامسونج نفسه اللي عملنا ليه الكود هو هيمشي معاه الطريقة دي. اول حاجة تستخدم الجهاز لحد ما يفصل منك نهائيا، وعلشان تتأكد ان الجهاز فصل وما بقاش في اي نسبة شحن في البطارية هتشغله مرة تانية وهتسيبه لحد ما يفصل لوحده تاني. وبعد كده هتسيبه مش اقل من ساعة، ساعة ونص، لحد الجهاز نفسه ما كل حاجة فيه تقف وكل حاجة فيه تبرد. وبعد كده اعمل حسابك ملحوظة وجامدة جدا، مهمة جدا الملحوظة دي، محتاجين شاحن اصلي عشان تعرف تعمل دورة شحن وتفيد البطارية معاك. محتاجين شاحن اصلي، مش هقولك شاحن سوبر فوك، لكن حسب نوع موبايلك محتاجين شاحن اصلي. وبعد ما الجهاز يفصل معاك لحد ما البطارية تنتهي هتشحن الجهاز بشاحن اصلي. لكن النصيحة هنا ان الجهاز يكون مغلق. لو الجهاز من الاجهزة اللي بتفتح لوحدها، اقفل انت الجهاز بعد ما يفتح ويبدأ شحن وهيفتح معاك، اقفل انت الجهاز يدوي واشحنه لحد ما يوصل 80%. وبكده تكون انت عملت دورة شحن كاملة. وفي نهاية الفيديو لو لسه مش متابعنا تابعنا عشان يوصلك كل جديد، ولو عندك اي استفسار ياريت تسيبه في تعليق.